قلت لكم في الجزء اللي فات، انا شفت كريم في المرايه من هنا، طلعت جريت على طول. يا دوبك انا مشيت من هنا بتقوم جايلي مكالمه من ام كريم، فبتقول لي انت ما شفتش كريم؟ قلت لها كان معايا وراح عند واحد صاحبه. على حبيت ان انا اهدي الموضوع على شويه، وقلت لها ان انا هروح اشوفه واجيبه. طبعا انا اروح ابص في المرايه تاني، عليه كريم بيقول لي في المرايه انت لازم تروح البيت المهجور. من هنا اروح البيت على طول واطلع اخش في نفس الاوضه. انا اول لما ادخل الاقي كريم واقع على الارض، بس انا بلاقي ورقه جنبه مكتوب فيها انفخ في ايده علشان يفوق. طبعا انا اعمل كده على طول، كريم يفوق معايا، بس كريم مفكر ان انا لسه معاه، ما يعرفش ان انا كنت مشيت وسيبته وطلع لي في المرايه والكلام ده كله. انا رسيته على الموضوع، هو ما كانش مصدق برضه. من هنا نسمع صوت، الصوت بيقول لنا رجعوها. ايه دي اللي رجعوها؟ احنا ما نعرفوش. احنا ساعتها وقفنا مكاننا، ما عدناش عارفين هنعمل ايه. بنفكروا هل انا كنت واخد حاجه من البيت، كريم كان واخد حاجه، حد كان واخد حاجه بره البيت. فبنفكر، بس انا افتكرت انا كنت واخد سلسله من صندوق في البيت. السلسله دي كانت عجباني، يعني مجرد مش عارف ان هي بتاعت حد، فمجرد سلسله عجباني، مش سرقه او كده، لا، ان هي عجباني فخدتها. اطلع انا على البيت بتاعنا، اروح اجيب السلسله على طول، ارجعها الصندوق على طول. مفيش حاجه، مفيش حل غير كده. اول ما احطها في الصندوق كل حاجه ترجع زي ما هي. نطلع انا وكريم نمشي بره البيت، بس نطلع بقى البيت ده ما لقناهوش ورانا تاني. عايزين نتاكدوا عشان نعرفوا ده زي الاول، اصل كانت حصلت معانا الاول برضه. عدى يوم يومين 3 ايام برضه البيت ما رجعش، اطمنا الحمد لله. بس عايز اوصل لكم حاجه، يعني مش اي حاجه نشوفها ان احنا ناخدها، يعني مش اي حاجه نضمنها. ما نحاولش ان احنا ناخد اي حاجه مش بتاعتنا. يا رب القصه تكون عجبتكم وتكون دي انتهت قصتنا كده، واستنوا اللي جاي هيكون احسن ان شاء الله. اشوفكم على خير.